السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنديروا لكم سلطه بارده كتجي رائعه في المذاق وكتجي شهوه منها. نتمنى انكم تجربوها. بالنسبه للوليدات اللي ما كتعجبهمش الخضره وهذا، هذه طريقه زوينه باش ان الوليدات ياكلوا لكم الخضره نستافدوا من الفوائد ديالها. نحتاجوا 3 بطاطات مسلوقين ومنقيين نحكم وطريقهم. نحتاجوا جوج خيزوات مقطعين. نحتاجوا جلبانه، تقريبا كاس ديال الجلبانه وكاس ديال اللوبيا وعلى حسب عدد الافراد. نحتاجوا فلفله مشكله خضراء وحمراء ديجا صوتيتها في الزبده والملح وشويه الابزار حتى توجدات، وبواطه ديال الطون. بالنسبه للتتبيله ديالنا نحتاجوا فيها الكيتشوب ومايونيز، الخل، زيت الزيتون، فخوماج بالانواع ديالو، مكعبات وفرماج موتزاريلا. نحتاجوا القزبر، المعدنوس، الكمون، الابزار والملحه. غادي نوجدوا كسكاس ديالنا اللي غادي نديرو ان شاء الله في الكوكوط. غنفوروا فيه الخضره. غنديرو الخيزو اول حاجه، غادي نضيفو جلبانه واللوبيا، من بعد غادي نزيدو ان شاء الله شويه الابزار، القليل من الابزار والملح. غادي نديرو من بعد غادي ان شاء الله الكوكوط ديالنا باش يفورنا الخضره. واللي عنده الوقت يقدر يديرو في الفرن المطفور على خاطرها. ندوزو للبطاطا ديالنا. البطاطا نحاولوا تسلقات مزيان، نقيناها تتولي عجينه عندنا وتقدر انها تجمع في يدينا ولا صافي. غادي ان شاء الله نتبلوها بزلافه اللي غتصايب فيها توجد فيها البطاطا ديالك. من بعد تحاولوا انكم صافي كما كتلاحظوا مزيان باش ما بقى فيها حتى شي كركوبه صاينه ديال البطاطا. عندي شي كركوبه ديال البطاطس معجنه ان شاء الله. صافي مزيان. من بعد غادي نزيد التوابل ديالنا. صافي غادي نتبلها بالكمون، نزيد الكمون، شويه الابزار، قليل من والملحه والابزار. عاوتاني الملحه كتبقى على حسب المذاق. كيبان لكم بلا راه ناقصهم التوابل غتزيدوا شويه عاوتاني بزار ملحه. غادي نضيف الفرماج، عندي 2 مكعبات. غنزيدوا مثلثات ديال الفرماج، مثلثات ديال الفرماج اللي عندي هنايا، عندي 2. نحاول اننا نقطعهم، غادي نحاول انني نقطعهم مرسوات صغار باش يذوبوا في البطاطا، حيت البطاطا مازال سخونه. نحاول انني نعسهم مزيان باش انهم يذوبوا في البطاطا. غادي نضيف القليل من الزيت، زيت الزيتون. غادي نضيف مايونيز، عاوتاني المايونيز على حسب المذاق، هي كيف ما جا فيها المايونيز كتجي زوينه. نضيف شويه ديال الكيتشوب وغادي ناخذ الفرماج ديال الموتزاريلا. صافي نخلط الكل مزيان حتى يندمج لينا، تندمج البطاطا مع التوابل اللي درنا. غنزيدو شويه من المعدنوس ونخلطو مزيان. غادي نبقاو نخلطو الكل جيدا حتى يندمج الخليط. كيف ما كتلاحظوا البطاطا ديالنا راه اندمجت مزيان مع التوابل، كتولي عندنا بحال العجينه. كما كتلاحظوا تولي عندنا بحال هكا، تولي البطاطا ديالنا بحال هذا الشكل. صافي البطاطا ديالنا ها هي وجدات.
دابا غادي ندوزو للخضره ديالنا من بعد ما فارت. كنضيفوا ليها الفلفله مشكله خضراء وحمراء كما ذكرت قبل بانها راه مصوطيه في شويه الزبده وشويه الملح والابزار. غنضيفوا الطون ديالنا، نحاولوا اننا نفرزو شي شويه. غادي نضيفوا معدنوس، من بعد غادي نضيفوا فخوماج موتزاريلا ديجا قطعته مرصوات صغار. غادي ندير التوابل ديالنا، عندنا الكمون الابزار والملحه. غادي نضيفوا زيت الزيتون، غادي نضيفوا القليل من الخل، مايونيز تقريبا ملعقه حتى الملعقه ونصف، باش تجمع لينا الخضره ديالنا وما تجيش فرت يعني تجي ملي نديروها ما تفتحش لينا في المول. كنحاول انني نضيف القليل من مايونيز لحقاش بان ليا قليل، زدت مازال المايونيز صافي. وغادي نخلط الكل جيدا حتى تندمج لنا الخضره مع المايونيز ومع التوابل اللي ضفت من بعد. نخلطو جيدا، وملي تكونوا تخلطوا ذوقوا شوفوا واش راه ناقص في الملحه. الا كان ناقص حاولوا انكم تزيدوا الملحه، تيبقى داكشي على حسب المذاق. خاص شويه الابزار كتزيدوا الابزار. وانتم هكاك انا هنايا راني دقت باش نشوف واش راه هي هذيك. غنحاول انني نضيف شويه ديال الملحه باش نقاد المذاق. صافي زدت شويه الملحه وزدت شويه الكمون صافي. وكنعاود نخلط جيدا الخضر ديالنا صافي. الان راني وجدت كل شيء. حاولوا انكم توجدوا واحد المول اللي غتوجدوا فيه اللي تدخلوا الثلاجه ديالكم. انا عندي هنا مربع دهنته بالزيت ودرت ليه واحد السلوفان وشديت البطاطا ديالنا وسرحتها مزيان حتى شدت لاباز ديال السلطه ديالنا. من بعد غنضيف الخضر اللي عندي كامله. وإلا كان عاوتاني على حسب عدد الافراد، الا كانوا عدد الافراد كبار حاولوا ديروا مول كبير وديروا عاوتاني الخضره كثيره. انا هنا درت الخضر على حسب 2 الافراد حتى 3 الافراد، دابا على حسب عدد الافراد ديالكم صافي. كتحاولوا انكم تايطاليو الخضره كاملها في المول ديالك، تصرفها مزيان. ناخذ الوقت ديالنا باش حيت هنا باش كيبان لك التقليم حتى مزيان، يعني الواحد بشوي بشويه عليه. ولي صالاد خلاص راه كتبغي الوقت. هذه كتجي رائعه في المذاق مع كتجي بارده وتحضروها مع دي بروشيت مع دي اللي بان لكم نتوما شنو دان مبخر ولا كل واحد شنو اللحم فوار صافي. كنحاول ديك البطاطس اللي بقات ليا كنحاول انني نسرحها مزيان فوق من الخضره ديالي كامله تجي مغطيه ديك الطبقه الفوقانيه صافي. نحاول اني نسرحها مزيان حتى ديك الخضره ديالي اللي في الفوق نغطيها مزيان صافي. ومن بعد كنوضعوها ان شاء الله ملي كتوجد السلطه ديالنا كنوضعوها في الثلاجه تبرد واحد مده ساعتين حتى 3 سوايع. تقدروا توجدوها في الصباح، توجدوها في الغداء، تقدروا ديروها في العشاء. يعني اكله زوينه وصحيه، شي حاجه اللي هي زوينه وصحيه ماشي ما تحتاج لا وقت لا والو. تقريبا راه عندك نص ساعه راه تكون توجد فيها هادشي كامل.
صافي. من بعد السلطه ديالنا غنديروها ان شاء الله في الثلاجه باش تبرد. السلطه ديالنا هي وجدات كيف ما كتشوفوا، الشكل ديالها كيجي رائع وزوين، وزينتها هنايا بالخس. نتمنى انكم تجربوا ان شاء الله، ما تبخلوش عليا بجيم باش نزيد نعطيكم كتار، والفيديو ديالي وصل اكبر عدد من المشاهدين. نتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم. خليت لكم الراحة، مع السلامة.